الخديوي بنفسه ده ايه النور ده؟ طب والنعمة اللي جاية أحلى، دي خطوة عزيزة. حسيت ان بالك مشغول بيا، قلت ما بديهاش اجيلك عشان اريحك. لا انت دايما على البال. تعال. والله زمان، بس يعني مين قال لك ان انا تعبان؟ الفكر الكتير بيتعب صاحبه وبيجننه. اللي بيقعد يفكر ويخطط ويحرق بنزين في الفاضي بيتعب. رفعت يا دهبي، شيلني من دماغك، لانك لو ما عملتش كده انا هحطك في دماغي. وانا بقى غيرك، انت عارفني، انا لا بتاع خطط ولا بتاع لف ودوران ولا بتاع الكلام من ده. انا راجل بفعل وبمشي ورا قلبي، وانا قلبي ميت، لا بيسمي على حد ولا بيصعب عليه حد. ها، وايه كمان اسيب؟ لا سلامتك، انا بس قلت ازمر لك زماره صغيره كده في ودنك، يا تسمعها يا ما تسمعهاش، عشان يبقى عداني العيب وعملت اللي عليا ومشيت بالاصول. يا جدع انت كلفتني في الكلام ونسيتني الواجب. تشرب صحيح؟ لا ما اخدش من ايدك لا اكل ولا شرب. ان كنت انت ما صنتش العيش والملح زمان ايام ما كنا اصحاب وكتف في كتف، هتصونه دلوقتي؟ سيف احنا لوحدينا والكدب على الميتين، وانا حي وصاحي وفاكر وعمري ما هنسى. وان كنت ناسي يا صاحبي افكرك. تفكرني بيا يا رفعت ان انت في يوم رحت قلت لكبرنا ان سيف بيلم الرجاله عشان يغدر عليك ويركب مكانك، وانت كنت عارف ان ده معناه رقبتي. وده مش حقيقي؟ لا ما حصلش. انا كنت بلم الرجاله عشان احافظ عليه واحميه في وقت كانت الدنيا كلها قايمه عليه وعايزه تغدر عليه، ولا مش فاكر؟ الله اعلم بالنوايا. ودي كانت نيتي.